تحت الإقامة الجبرية وممكن يكلبشوهم أو يحبسوهم يعني. فالصحابة تعرضوا للأسر في تلك السنوات الخمس يعني. ففي كتاب سيف بن عمر يقول: شمر أناس من الناس فاستقتلوا، لأن طبعا هؤلاء اللي ضربوا عثمان في المسجد ذهبوا خلفه إلى داره يريدون قتله فاستقتلوا. ففي صحابة استقتلوا يعني، منهم الصحابي سعد بن مالك، هذا سيرفض مبايعة سيدنا علي فيما بعد، والصحابي أبو هريرة هيرفض مبايعة سيدنا علي، وأبو هريرة هيكون مؤيد لسيدنا معاوية يعني، وسعد بن مالك هيؤيد سيدنا معاوية بعد ذلك، وزيد بن ثابت هذا كاتب القرآن وهيرفض مبايعة سيدنا علي، والحسن بن علي اللي هو سيدنا الحسن أخو الحسين الأخ الأكبر، وسيدنا الحسن هيشارك مع أبيه في الحروب في الجمل وصفين، لكنه هيكون معارض داخلي، ولذلك فيما بعد هيسلم العراق لسيدنا معاوية ويقول له أنت الخليفة الشرعي في الدولة يعني. فبعث إليهم عثمان رضي الله عنه بعزمه إن انصرفوا يعني، فانصرفوا، هيقفل الباب ويقول لهم روحوا محدش يقاتل عني. وأقبل علي رضي الله عنه حتى دخل على عثمان، وأقبل طلحة حتى دخل عليه، وأقبل الصحابي الزبير بن العوام حتى دخل عليه، يعودونه من صرعته يعني بيطمنوا عليه، ويشكون بثهم، ثم رجعوا إلى منازلهم. السؤال: لماذا لم يقاتل الصحابة هؤلاء الانقلابيين؟ لماذا لم يأمر سيدنا عثمان بن عفان بقتال هؤلاء الانقلابيين؟ سيدنا عثمان بن عفان استشار الصحابي وعالم السياسة الكبير الصحابي المهاجر عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهذا هاجر مع أبيه عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر الخطاب قال له: يا عثمان لا تقاتل ولا تستسلم، وإنما ارسل هات جيوش، فإن وصلوا أنقذوك، وإن قتلت فإحنا يعني قلل الخسائر، لأنه عدد قوات الانقلابيين تقريبا 3000، البعض قال 5000، المكثر قال 7000، فالصحابة كانوا سيهزمون في كل الأحوال. وهذه استشارة صح، وقرر سيدنا عثمان بن عفان بالامتناع عن القتال صحيح، لأن هو بحث الأمر وفقا لما نظرية الاحتمالات. تعالوا في كتاب الجمل ومسير عائشة يقول إن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: أرسل إلي عثمان وهو محصور، فقال: ما ترى، رأيك كيف اللي احنا نعمل ايه في المشكلة دي؟ فقلت له: انت استقتل، ان تحارب تقتل اعلام المسلمين، هتقتل الصحابه ولا يبقى احد من الصحابه، فلا تفعل. يعني انت داخل معركه هتهزم فيها انت والصحابه، فاي معركه لها هدف سياسي، الهدف السياسي من هذه الحرب ايه؟ ان احنا ننقذك، لكن نحن عاجزين عن ان ننقذك اصلا، فلا داعي ان انت يعني تموت ويموت معك غيرك من الصحابه يعني. وأرى ألا تخلع قميصا قمصك الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين يعني معناها دولة يعني. يضيف سيف بن عمر أنه لما دخل القوم اللي هم القتلة واستولوا على المدينة، خلاص المدينة أصبحت عاصمة الدولة، الدبابات منتشرة فيها تحت سيطرة سلطات الانقلاب العسكري، فكتب عثمان إلى الناس، إلى الولايات يعني، يستمدهم في أمصارهم ويخبرهم الخبر. فخرج عمرو بن العاص من المدينة متوجها نحو الشام، وقال: يا أهل المدينة من لم يستطع نصره فليهرب. هنا عمرو بن العاص قال: احنا هنجلس نعمل ايه؟ يشتمونا ويضربونا ويهنونا؟ لا، احنا اما نقاتلهم واما نخرج بره المدينه بقى، طالما يعني في، هو هنا قال ايه؟ خيار ثالث، فقال: من لم يستطع نصره فليهرب. وخرج ايضا الصحابي حسان بن ثابت، وتتابع على ذلك من شاء، وخرج اخرون نحو مكه. طبعا هؤلاء الصحابه الذين هربوا لم يبايعوا سيدنا علي فيما بعد بالخلافه بالمناسبه، يعني عمرو بن العاص انضم لسيدنا معاويه، حسان بن ثابت انضم لسيدنا معاويه وغير ذلك. هنا استمر حصار عثمان، القتلة أمام الباب. طيب القتلة لا يريدون أن يقتحموا الباب ولا يريدون أن يقتلوا، هم ما في نيتهم، هم القتلة أذكياء يعني. هم قال لك: إذا احنا قمنا بقتل عثمان ما الذي يحدث؟ يبقى عملية اغتيال مثل اغتيال عمر بن الخطاب، وهنا سيجتمع الصحابة ويختارون خليفة جديد، فنكون يعني كأنك يا أبو زيد مغازي. احنا يعني لما قتلوا من قبل عمر بن الخطاب اجتمع الصحابة واختاروا عثمان بن عفان خليفة، فهم قالوا: نحن نريد تغيير الحزب الحاكم، يعني بالضبط اللي حصل في خلع السلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية. هم عملوا ايه؟ خلعوا السلطان عبد الحميد، لم يقتلوه، يعني الماسونية او الاتحاد والترقي لم يقتلوا السلطان عبد الحميد، ذهبوا اليه وحاصروه وقالوا: لو سمحت بكل ادب واحترام اتفضل وقع لنا على التنازل، واحنا لن نجلس خليفة مكانك، احنا هنأتي باللي عليه الدور، اخوك سلطان محمد رشاد ويكون هو الخليفة. فلما المسلمون اعترضوا وقالوا كيف وكذا، فالماسونية قالوا: في ايه؟ مش انتوا لو سلطان عبد الحميد مات في فراشه كان سيأتي أخيه محمد رشاد سلطان محمد رشاد؟ قالوا: نعم. خلاص، تخيل لو هم قتلوا السلطان عبد الحميد كانت ثارت الدنيا. فهنا لذلك نقول إن تصرف عثمان بن عفان رضي الله عنه كان الأصح وكان الصحيح، هو تصرف نفس الرئيس مرسي رحمه الله، إن أنت لا تعطي شرعية للانقلاب، يعني الانقلاب يولد ميت أخلاقيا، فيترتب على ذلك إنه يظل الحكم غير شرعي فيسهل إسقاطه،
وده اللي هيمكن السيدة عائشة وطلحة والزبير وسيدنا معاوية وعمرو بن العاص ان هم يسقطوا الانقلاب. لو عثمان بن عفان مضى التنازل كان خلاص يصبح الوضع الجديد شرعي وكل قرارات الانقلاب شرعيه تماما، وخلاص انتوا رئيس الدوله عثمان نفسه استسلم يعني وقال انا موافق على هذا. فهنا سيدنا عثمان كان رجلا ذكيا حصيفا رضي الله عنه. فهيجلسوا خارج الباب كام 50 يوم. الهدف ايه؟ هم ضغط نفسي على عثمان بن عفان حتى يلجؤونه الى التنازل. لكن واضح ان عثمان بن عفان كان شخص شديد وشخص عنده ثبات وشجاعه، بدليل انه انت تخيل بلطجيه جالسين امام بيتك 50 يوم بالسلاح، كل يوم يقول لك هندخل كذا، ويتخانقوا مع الداخل والخارج ويمنعوا عنك الاكل والشرب وتحصل مشاكل كبيره. بدا سيدنا عثمان يستعين بسيدنا علي وعدد من الصحابه له الطعام والشراب وكذا، لان الراجل جعان وعنده 80 سنه يا جماعه. يقول المؤرخ سيف بن عمر في كتاب الجمل ومسير عائشه وعلي إن عثمان بن عفان أرسل إلى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وهنا هيلقوا خطبة، فقال يا أيها الناس إني والله لا أدخل علي أحدا بعد يومي هذا حتى يقضي الله عز وجل في قضائه، ولا أدعن هؤلاء اللي هم الانقلابيين ما وراء بابي غير معطيهم شيئا يتخذونه عليكم أيها المسلمون دخلا في دين الله أو دنيا، لن أسمح لهم بتحريف الإسلام. ودي أول محاولة لتحريف الإسلام أو تجديد الخطاب الديني يعني. فحضراتكم اللي حصل في حروب الردة محاولة تدمير الإسلام من الخارج، هنا احنا دخلنا في تدمير الإسلام من الداخل. فعثمان كان فاهم المؤامرة رضي الله عنه، شوفوا ذكائه، لن أسمح بأن يدخلوا شيئا في دين الله أو في الدنيا. بعد ذلك سلطات الانقلاب العسكري وصلت إلى المرحلة الثانية من الانقلاب، مزيد من الضغط، فهنا حبسوا الصحابة في بيوتهم ووضعوا عليهم حراسات، الإقامة الجبرية يعني. يقول سيف بن عمر لما رأى القوم أن الناس اللي هم سكان المدينة قد ذهبوا إلى عثمان فوضعوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام رقيبا في نفر فلازموا، أصبح في حراس دول يعني يراقبونه ويحسبون عليه أنفاسه يعني. ورقيبه خالد بن ملجم، خالد بن ملجم هذا أخوه عبد الرحمن بن ملجم اللي هو هيقتل سيدنا علي فيما بعد. فخالد بن ملجم وأخيه عبد الرحمن بن ملجم هذان سيشاركان في قتل عثمان بن عفان، ثم هيصبحوا في جيش سيدنا علي في معركة الجمل، ويشاركوا مع سيدنا علي في معركة صفين ضد سيدنا معاوية، وبعد ذلك سيتمردان على سيدنا علي ويقولوا أنت كافر وإحنا عاوزين نقتلك، وبعدين هو يروح يحاربهم في معركة النهروان وهيقتلهم في معركة النهروان. ووضعوا على الصحابي طلحة بن عبيد الله وده من 10 المبشرين بالجنة رقيبا في نفر، ورقيبه سودان بن حمران. سودان بن حمران هيباشر بنفسه قتل عثمان بن عفان، ولكن هو بعد ما يقتل عثمان عبيد سيدنا عثمان هيقتل في نفس المعركة يعني. وعلى الصحابي الزبير بن العوام من 10 المبشرين بالجنة، وده اللي كان هيكون الخليفة بعد سيدنا عثمان بن عفان يعني لو لم يحدث هذا الانقلاب. وعلى الزبير رقيبا في نفر أو في حرس فلازموه، رقيبه قطيرة، وقطيرة أيضا هيقتل عثمان بن عفان من القتل المباشرين، وقطيرة هيقتل في المعركة يعني. وعلى نفر في المدينة وضعوا حراسة يعني، وقالوا لهم إن تحركوا فاقتلوه، أي حد من سكان المدينة يتحرك اقتلوهم على طول. وجاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعطش، فبدأ يستغيث بسيدنا علي، يستغيث حتى استغاث بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ربما أن القتل هؤلاء أو الانقلابيين يكون لديهم يعني رحمة أو خجل إن هم يعتدوا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتدوا على زوجات الرسول. يقول سيف بن عمر أشرف عثمان بن عفان على جيرانه آل حزم فصرحوا ابنا لهم إلى علي بن أبي طالب يبلغه أنهم منعون الماء، فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا بماء فافعلوا، وإلى الصحابة طلحة والزبير وإلى السيدة عائشة وباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب في الغلس وقال للانقلابيين يا أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة، الطعام يعني والأكل والشرب. فقالوا لا والله لا نتركه يأكل ولا يشرب. فرمى علي بعمامته في الدار بأني قد نهضت فيما أنهضتني له يا عثمان. فهنا سيدنا علي كما تشاهدون عجز أن هو يساعد سيدنا عثمان بن عفان وحيل بينه وبين مساعدته. هنا السؤال يا جماعة، لو الشيعة يحبون سيدنا علي، وهذه طبعا دي كذبة يعني أن الشعب يحب سيدنا علي، كانوا سمحوا له، لأنه فيما بعد بعضهم هيقولون أنه علي عنده قدرات عجيبة وأنه يا علي يا مظهر العجائب، وبعضهم يقول أن الله حل في علي وسيف علي مش عارف إذا ضرب خلف واحد قتله، أمور كهذه يعني. طبعا سيدنا علي شجاع رضي الله عنه، وكل الصحابة شجعان وكل العرب شجعان يعني، حتى أبو جهل كان شجاعا. ومعروف عن العرب أمرين، الشجاعة والكرم في إسلامهم وفي جاهليتهم، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. يعني هنا سيدنا علي ماذا يفعل أمام
3000 أو 4000. طبعا سيدنا علي لما يذهب بعد ذلك إلى الكوفة اللي منها هؤلاء الانقلابيين ويجلس بين ظهرانيهم، هيبدأوا يشتموه ويضربوه بعد أن يقتلوا سيدنا علي، وبيضربوا ابنه الحسن ويطعنوه ويقولوا بنحبك يا علي. طب ما علي كان معاكم، لماذا لم تحبوا علي وهو حي؟ وحب ايه يعني اللي انت جاي تقول عليه؟ يعني سيدنا علي عاش في المدينة 35 سنة، فأهل المدينة لم يقولوا فيه ما يقولوا الشيعة اللي عاش بينهم 5 سنوات. فالأولى ان اللي يكتشف صفات سيدنا علي هم سكان المدينة الذي عاشرهم 35 سنة. لكن بتوع الكوفة قالوا احنا اكتشفنا حاجات في علي لم تكن موجودة في أي صحابة آخرين. طب لماذا لم تسمعوا له وتطيعوه في حياته؟ المهم الموضوع مش عاوزين ندخل فيه يعني، إنما هو التستر خلف قميص علي لا أكثر ولا أقل، لأنه لما علي كان حي كان بيشتمهم